تظهر المانجا ونيجي على طول نعمل كنافة بالمانجا. طب النهارده بقى هاعمل لكم حاجة أحلى بكتير من الكنافة بالمانجا، هتخلّيكم تنسوا خالص الكنافة بالمانجا. النهارده هنعمل وصفة حلوة أوي، طبقات كده كريمية وخطيرة من غير بقى كريم شانتيه، من غير كريمة، بمكونات سهلة وبسيطة، وهتطلّعي كده كمية كبيرة محترمة جدًا من أقل من نُص لفة من الجلاش. يالّا نسمّي الله ونصلّي على رسول الله. ندخل نشوف الطريقة. أيوه يا جماعة زي ما سمعتوا كده، النهارده هنعمل الجلاش بالمانجا. كان عندي بقى لفة جلاش كده طلّعتها وبدأت أقطّعها كده شرايح تكون مش تكون كِنزة مش عريضة، على قد ما نقدر كده نخلّيها شرايح تكون كِنزة. طبعًا لفة الجلاش دي أنا مش هاخدها كلّها، أنا هاخد أقل من نُصّها كمان، بس الوصفة أنا كنت باعمل وصفة تانية، فعشان كده خدت لفة الجلاش كاملة، فهاخد الوصفة دي هاخد فيها أقل من نُص لفة جلاش، يعني مكونات سهلة وبسيطة جدًا. هابدأ كده جِبت صاج ودهنته معلقة من السمنة، وبدأت أفرّط كده الجلاش بالشكل ده. الشرايح أو الشرايط بتاعة الجلاش اللي إحنا قطّعناها هنبدأ ن ن نفُكّها كده عن بعضها على قد ما نقدر. جِبت بقى علبة السمنة وأخدت كده حوالي معلقتين كبار كده ووزّعتهم على الجلاش بالشكل ده، قلّبته كويس جدًا في بعضه، وبعد كده دخّلته الفرن علشان يتحمّر، يعني بين وقت والتاني كده بابدأ أقلّبه علشان كلّه ياخد لون واحد. وأثناء بقى ما الجلاش وهو في الفرن كده هنبدأ نعمل كريمة خطيرة جدًا، هنعمل كريمة الكاسترد. جِبت حلة ونزلت فيها كده ب3 كوبايات من الحليب، وعليهم كده معلقتين من السكر، 3 معالق قصدي كبار من السكر، وهو ده كمية السكر اللي أنا هاخده، مش هاخد كمية سكر تانية خالص، يعني ولا شربات ولا أي حاجة. ونزلت كمان ب3 معالق كبار هرميين كده من الكاسترد، يعني 3 كوبايات كبار من الحليب، 3 معالق من السكر، و3 معالق كبار هرميين من الكاسترد، و3 معالق السكر برضه 3 معالق كبار. هنقلبهم كده ونخلطهم مع بعض كده على البارد، وبعد كده هارفعهم على طول على النار. كده بعد ما دمجتهم كويس جدًا على البارد، دلوقتي بقى هارفعه على النار، وبعد ما ارفعه على النار هتفضل برضه إيدي فيه كده، ما اشيلش إيدي خالص وابدأ أقلبه كده على طول بالمضرب السلك العادي. مش بياخد وقت خالص، وبنلاقي كده أول ما يبدأ يبقبق كده ويتقل معايا، بانزل كده بمعلقة مش كبيرة كده من الزبدة، ممكن تنزلي بقشطة لو عندِك قشطة، يعني مثلًا لو معلقتين 3 من القشطة هتبقى حلو جدًا. أنا ما كانش عندي قشطة، فالبديل إن أنا أنزل بمعلقة من الزبدة، وهنخلط كده الزبدة كويس جدًا كده مع الكاسترد عشان يبقى القوام كريمي بالشكل ده. دلوقتي خلاص هو جهز معايا، هارفعه من على النار، وبُصّوا كمان كان الجلاش اتحمر معايا وبقى زي الفل، وبُصّوا بقى باقلبه وأنا باقلّبه كده باضغط عليه بالمعلقة علشان أكسّره كده أكتر كمان، يعني أنا حابّاه إن هو يكون قطع صغيّرة خالص، كل ما القطع بقت صغيّرة خالص كل ما يكون أفضل في الوصفة دي. مش قادرة أقول لكم يا جماعة بجد الجلاش بالمانجا حلو إزاي، جلاش مع مانجا مع كاسترد حلو جدًا، ما استخدمتش بقى شربات ولا أي حاجة. بُصّوا هنا كانت عندي كده حبّايتين كبار من المانجا، وقطّعتهم كده مكعبات صغيّرة وكانت منزّلة مَيّة لإن هي كانت طرية شوية، استغنيت خالص إن أنا أستخدم شربات، وكنت عايزاه يبقى خفيف كده، وفعلًا كان خفيف وكريمي جدًا. جهّزت بقى أطباق الرز بلبن، ونزلت كده بشوية من الجلاش، وكمان عليهم قطع كده من المانجا، والمانجا كانت طرية يعني منزّلة مَيّة بتاعتها، وبعدين نزلت كمان بالكاسترد بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بنعمل طبقات من الجلاش والمانجا والكاسترد. بعد ما حطيت الكاسترد بالشكل ده، هانزل كمان بشوية من الجلاش واوزعهم على الكاسترد بالشكل ده. طبعًا الجلاش بيمسك كده في الكاسترد، كل ما يكون قطع صغيرة كل ما بيكون أفضل. وبعد كده بانزل على طول بالكاسترد تاني، وبعدين هازين كده فوق الوش بالمانجا، بمكعبات المانجا. المانجا كانت طرية ومسكرة جدًا، ادِّت الجلاش طعم حلو أوي، وخلّته طري كمان معايا، ما كنتش محتاجة شربات خالص. لو أنتِ حابة تستخدمي شربات، استخدمي شربات. وهنا كمان حطيت الجلاش وحطيت عليه الكاسترد، ونزلت كده فوق الكاسترد كده بقطع من المانجا، وكمان شوية من الجلاش، وهنرجع تاني نحط كاسترد. يعني الطبقات دي وزعيها زي ما أنتِ عايزة، المهم إن أنا في الآخر هناكل كده طبقة من الجلاش، طبقة من المانجا، وطبقة من الكاسترد بطريقة حلوة أوي، وفوق الوش طبعًا بنحط المانجا. وباكمّل بقى كلّه بالشكل دوّة، طالع معايا حوالي 6 أطباق كبار كده من أطباق الرز بلبن أو أطباق الجيلي دي، بقية الجلاش استخدمته في وصفة تانية. لكن كمية الكاسترد دي كفّت معايا 6 كبّات كده أو 6 أطباق من أطباق الرز بلبن.
وبصوا بقى بنوزع ازاي، يعني طبقة من الجلاش، طبقة من المانجا وكاسترد، وبعدين نرجع تاني نعيد نفس الطبقات في الطبق ده. ومش قادرة اقول لكم بقى كان الطعم حلو ازاي. تتاكل بقى وهي سخنة كده لسه معمولة، تتاكل وهي بحرارة المطبخ كريمية وجميلة وسايحة كده وخطيرة جدا. وكمان لما بتتحط في التلاجة بتبقى احلى من الايس كريم، والله يا جماعة احلى من الايس كريم. حاجة حلوة قوي. بصوا بقى المنظر، والطبق ملغم كده وخطير. بصوا بقى لو الكب دوت او الطبق ده جبتوه من بره هتجيبوه بكام؟ ومش قادره اقول لكم بقى انسي خالص الكنافه بالمانجا، لانك هتجربي الطريقه دي هتبقى حلوه جدا. طب لو مش حابين الكاسترد تقدري تستبدلي الكاسترد بنشا عادي خالص، وهيبقى حلو قوي وطعم ولذيذ جدا كمان. جربوا يا حبايبي الوصفه دي بجد هتعجبكم وترطب على قلبكم، وحلوه قوي، تتاكل في الصيف، تتاكل في الشتاء، تقدميها لضيوفك، بجد حاجه تشرف. اتمنى يكون الوصفه والفيديو والطريقه النهارده عجبتكم. ما تنسوش يا حبايبي لايك كتير للفيديو عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد. وما تنسونيش كمان في تعليق حلو منكم، مش قادره اقول لكم تعليقكم ده بيعمل فيا ايه، تعليقكم بيفرحني جدا. وكمان دوسي على كلمه متابعه ولايك للصفحه عشان يوصلك كل فيديو كل جديد بنزله. اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.